الشتاء بارد في كل بقاع الأرض ما عدا في دمت بالضالع. شتاء ساخن في البطولة الشتوية التي انتهت بفوز فريق شباب العامرية باللقب. اختتمت في دمت البطولة الشتوية لكرة القدم في نسختها السابعة، والتي استمرت شهر بمشاركة 38 فريقا من 3 محافظات هي إب والضالع والبيضاء، حيث أقيمت على ملعب نادي نصر دمت وبحضور جماهيري كبير ولافت زاد البطولة ألقا وتألق. نحرص على حضور بطولة النصر الشتوية السابعة لما لاقينا فيها من بروز كفاءات ومواهب عاما تلو عام. الحقيقة هذه البطولة تنتج الكثير من المواهب من خلال الفرق المشاركة من محافظات والضالع وأيضا محافظة البيضاء. تظهر فرق جديدة ويظهر نجوم، وأتمنى على القائمين على كرة القدم في المديرية والمحافظات أن يحسنوا اختيار النجوم من خلال مثل هذه البطولات. في مباراة الختام والتي جمعت فريقي الوحدة الفارد بفريق العامرية المقرانة، استطاع الأخير من تحقيق فوزا سهلا بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف واحد، وسط فرحة جماهيره بتحقيقه لقب البطولة. دورة النصر السابعة التي ينظمها نادي النصر الثقافي والرياضي بمدينة دمت، والذي هدفها تجمع شباب المنطقة من 3 محافظات وهي إب والضالع والبيضاء، وهدف البطولة هو الإخاء وتنمية المواهب والتسامح. عقب المباراة قام كبار الضيوف بتكريم فريق شباب العامرية المقرانة بكأس وميداليات المركز الأول، وفريق الوحدة الفارد بكأس وميداليات المركز الثاني، كما تم تكريم أفضل لاعب وأفضل حارس بالإضافة إلى هداف البطولة وأفضل لاعب صاعد، وذهبت جائزة الفريق المثالي لفريق اتحاد نعوة. في صنعاء لأول مرة بطولة لأحفاد بلال بمشاركة 8 فرق من 8 مديريات. مزيد من المعلومات في هذا التقرير.